كان هناك عملاق ضخم يطارد رجلا في الغابة المظلمة. كانت خطوات العملاق تهز الأرض، وكل ما أسرع الرجل في الجري زادت خطوات العملاق خلفه. لكن الرجل كان سريعا ومفعما بالأمل حتى وصل إلى مكان ضيق داخل الغابة. أمامه كان هناك فتحة صغيرة تؤدي إلى كهف مظلم. دون أن يتردد دخل الرجل إلى الكهف بسرعة محاولا الاختباء. مع مرور الوقت داخل الكهف بدأ الرجل يرى خيالات غريبة في الظلام. كانت تلك الخيالات تشبه ظلال قلاع قديمة تلوح في الأفق، كما لو كانت تنتظر شيئا. كلما اقترب منها زادت وضوحا، فوجد نفسه أمام قصر عظيم يلفه ضوء خافت وكأن الزمن قد توقف عنده. قرر الرجل أن يقترب أكثر، فدخل القصر الكبير الذي كان مليئا بالعظمة والجمال. داخل القصر اكتشف أن المدينة المحيط كانت مزدهرة، وأن الحياة فيها كانت في أوجها، رغم أنه بدا كأنه هو الوحيد الذي دخل إليها حديثا. وأثناء تجواله اكتشف سرا قديما في المدينة. كان هناك تقليد متوارث من جيل إلى جيل ينص على أن أول شخص يدخل المدينة يتوج ملكا، وكان هذا السبب وراء الازدهار الذي يحيط به. شعر الرجل بالدهشة، لكن سرعان ما أصبح كل شيء واضحا له. فهم أن هذه الفرصة كانت نتيجة حظه، لكنه اختار قبول هذا المصير الذي وضع أمامه. فبمجرد أن أصبح ملكا لم يكن قد حصل على التاج فحسب، بل أيضا على مسؤولية تجاه سكان المدينة. ومع مرور الوقت تزوج عدة مرات وأنجب العديد من الأبناء. كانت حياته مليئة بالحب والسعادة، وكانت أسرته تشكل مصدرا كبيرا من الفرح والهناء. عاش الرجل حياة مليئة بالرفاهية، ونجح في قيادة المدينة نحو مزيد من الازدهار. لقد أصبح الملك الذي كان يوما مجرد رجل يركض من أجل النجاة قائدا محترما، حاكما محبوبا من شعبه. عاش في راحة وسلام، محاطا بعائلته وأبنائه، وتمتع بحياة طويلة وجميلة مملوءة بالأفراح والإنجازات. وهكذا أصبح الرجل الذي كان في يوم من الأيام يركض من أجل النجاة هو الحاكم الذي تولى ملك هذه المدينة، ملكا محظوظا عاش حياة طيبة مليئة بالحب والعائلة.